قصة البيت المهجور. في إحدى القرى النائية كان هناك بيت قديم مهجور منذ عشرات السنين. السكان يتجنبونه ويقولون إن من يسكنه ليس من الإنس. كان يحكى أن من يقترب منه يسمع أصوات همس وضحك خافت في الليل، وأحياناً يرى أضواء غريبة تومض من النوافذ المكسورة. شاب يدعى سالم لم يكن يؤمن بالخرافات، وقرر أن يبيت ليلة كاملة في ذلك البيت ليثبت للجميع أنه مجرد مبنى مهجور لا أكثر. حمل معه مصباحاً وشيئاً من الطعام ودخل عند الغروب. في البداية كان كل شيء هادئاً، لكنه بدأ يشعر بأن هناك من يراقبه. كلما تحرك كانت الأرض تصدر صريراً غريباً كأن أحدهم يسير خلفه. وعند منتصف الليل انطفأ المصباح فجأة رغم أن بطاريته كانت ممتلئة. سمع حينها صوتاً هامساً يقول: أنت لست مرحباً هنا. ارتجف سالم وظن أنه يتخيل، لكن الصوت عاد مجدداً، أقرب هذه المرة. لم يستطع الصراخ، كأن شيئاً يطبق على صدره. رأى ظلاً أسود يمر أمامه بسرعة، ثم انفتحت نافذة بعنف رغم أن الجو ساكن. شعر أن المكان يضيق عليه، فركض إلى الباب فوجده موصداً بإحكام. عندما بزغ الفجر فتح الباب وحده، وخرج سالم يركض بلا توقف. ومنذ ذلك اليوم لم يقترب أحد من البيت، ولم يتحدث سالم مجدداً عمن حدث تلك الليلة.